تعرفوا ان في اكتر من طريقة لتخزين وطبخ الملوخية؟ طيب تعرفوا ان الملوخية بتتعمل بالعيدان بتاعتها مش الورق بس، يعني بنفرمها كلها على بعض عيدان وورق مع بعض. طيب تعرفوا ان في قنوات على اليوتيوب بتخزن الملوخية بطرق صلاحيتها اقصاها اسبوع او اسبوعين بس في الفريزر. فتعالوا كده اقول لكم على افضل 3 طرق لتخزين الملوخية في البيت بطريقة صحيحة وفعالة، وكمان هعرفكم ليه ملوخية المطاعم بيبقى قوامها تقيل ومختلف عن بتاعة البيت، وهنعرف مع بعض ليه الملوخية ولعت واحنا بننشفها بالتجفيف الشمسي، لان لو كان في حاجة جنبها كانت ولعت في البيت، لكن ربنا ستر. فصلوا على النبي واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة، ويلا بينا اقول لكم الطريقة. اول حاجه هتعملوها وانتوا بتخزنوا الملوخيه انكم هتجيبوا الكميه اللي انتوا محتاجينها، وبعد ما جبنا الملوخيه في مرحله ما اتصورتش معانا وهي مرحله الغسيل، واللي متابعنا من زمان عارف ان اهم مرحله معانا بتبقى مرحله الغسيل. انا جيت لقيت الحاجه ربنا يبارك فيها غسله الملوخيه ومجهزاها، فاول مرحله معانا وهي مرحله الفرز. طبعا اي ملوخيه فيها عفن او اصابه حشريه او نباتات غريبه غير الملوخيه كل ده طبعا هيتشال. احنا هنا استخدمنا نوعين مختلفين من الملوخيه. اول نوع معانا الملوخيه الصغيره زي ما ظهر كده في الفيديو، هنفرمها بالعيدان بتاعتها وده هنعرف سببه في نهايه الفيديو، وكده نكون خلصنا تجهيز اول نوع. تعالى بقى ندخل على النوع التاني وهي الملوخيه الكبيره. والملوخيه الكبيره هنا هناخد منها الورق بس، ولو حابين نفرمها بالعيدان زي ما عملنا مع الملوخيه الصغيره فهتاخدوا من 15 ل 20 سم من فوق، والجزء اللي تحت بناخد منه الورق فقط. اهم حاجه في الفيديو صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، واعملوا لنا لايك لانكم مقصرين شويه في حق اللايكات، ولو اول مره تشوفونا اشتركوا في القناه، ولو تعرفوا ليه الملوخيه ولعت في الطريقه الثالثه من الحفظ اكتبوا لنا في الكومنتات. بس انا كده هقول لكم ليه ولعت في اخر الفيديو علشان تاخدوا بالكم. خلصنا المرحله دي، تعالى بقى ندخل على المرحله اللي بعدها، ودي تعتبر من اهم المراحل وهي مرحله السلق. هتجهز حلتك الجميله وتغلي فيها ميه، واول ما الميه تغلي ننزل فيها بالملوخيه. اللي متابعنا ليه فترة عارف ليه احنا بنسلق الملوخية او الخضار قبل عملية التخزين، لكن لو اول مرة تتابعونا فاحنا بنعمل عملية السلق علشان نوقف نشاط الانزيمات، ولان الانزيمات دي اللي بتساعد الميكروبات على النشاط، وده بيخلي الملوخية تبوظ منكم. والاهم من مرحلة الغليان انك تجهز دلوقتي حالا مية ساقعة، ويفضل يكون فيها تلج، وهتعرفوا ليه دلوقتي حالا. طبعا احنا بنسيب الملوخية تغلي من دقيقتين لحوالي 3 دقايق، وده طبعا بيختلف على حسب نوع الملوخية، يعني لو في بداية الموسم والملوخية صغيرة فبتاخد وقت اقل، او لو بنخزنها في نهاية الموسم والملوخية كبيرة فدي بتاخد معانا وقت اطول في الغليان. فاسلقوها كده بمتوسط 3 دقايق سواء كانت ملوخية كبيرة او ملوخية صغيرة. ندخل بقى على المرحلة اللي بعد كده اللي انا قلت لك جهز فيها مية ساقعة. بعد الغليان هتنقل الملوخية في المية الساقعة فورا، ودي بنسميها بالانجليزي تشوك او الصدمة الحرارية، ودي اللي بتضمن ان نشاط الانزيمات بيتوقف تماما، وبالتالي بنحافظ على الملوخية. نيجي بقى ندخل على المرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الفرم. ممكن تستخدم المخرطة اليدوي زي دي كده، او تستخدموا الكبة زي ما هنعمل دلوقتي حالا، لكن طبعا قبل عملية الفرم لازم نجفف الملوخية كويس جدا من المية سواء بمناديل مطبخ او بفوطة مطبخ، وده لان اي منتج غذائي بيتعرض للفساد بسبب الرطوبة والهواء. استخدمنا هنا طريقتين في الفرم. اول حاجة الملوخية العادية اللي هي ورق بس، وده طبعا هيبقى لونها الطبيعي اللي احنا متعودين عليه. بعدين فرمنا الملوخية بالعيدان بتاعتها، وعايزكم تكتبوا في الكومنتات كده هل في فرق في اللون بين الملوخية الورق بس والملوخية اللي مفرومة بعيدانها. وعلى فكرة دي الطريقة اللي احنا بنستخدمها في المصانع لحفظ الملوخية، بنفرم الملوخية كاملة بعيدانها، ومش معقولة لسه موجودين معانا لحد دلوقتي وما سلطوش على النبي. دي اهم حاجة في الفيديو. ولو شايفين فرق في اللون بين الاتنين اكتبوا لنا في الكومنتات. كيسك محكم الغلق وهتبدأ ان انت تنزل الملوخية فيه، وطبعا بنفرغ منه الهواء قبل ما نقفله. ولو عايزين نعمل لكم فيديو نعرفكم فيه ازاي تطبخوا الملوخية المجمدة اكتبوا لنا في الكومنتات. ندخل بقى على النوع التالت معانا وهي الملوخية المجففة او الملوخية الناشفة. بصراحة انا مش بفضل النوع ده من الملوخية لانه بيعرضها للتراب والميكروبات من الهواء، وكمان انا حصل معايا موقف خطير. الملوخية ولعت وانا بجففها في الشمس، وكنت حاطط الملوخية في حاجة ستانلس، والاستانلس بيعكس الضوء وبيخلي الحرارة عالية جدا، لكن الحمد لله ربنا ستر وما ولعتش في حاجة جنبها. فخلوا بالكم لو هتنشفوا الملوخية ما تحطوهاش في حاجة ستانلس، استخدموا بلاستيك عادي او ألمونيوم. ولو وصلتوا لحد هنا صلوا على النبي دي اهم حاجة، واعملوا لنا لايك واشتركوا في القناة. انا المهندس كريم رجب، بحبكم جدا، سلام.